النهاردة هنعمل بسكوت العيد بالزبدة هش وجميل بيدوب في الشاي ومقرمش وريحته حكاية. هنعمله بالكيس ان شاء الله، الوصفة تعجبك، المقادير مظبوطة جدا. هقولك على شوية حاجات كده علشان البسكوت يطلع معاكي مظبوط. واهم حاجة فيه طبعا ان هو يدوب في الشاي. في ناس بتعمل بسكوت وبيطلع منها ناشف وما بيدوبش في الشاي لما بنيجي نحطه في الشاي، بسبب ان هو بينشف معاكي. مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من شوية حاجات علشان البسكوت يطلع مظبوط معايا، والرسمة بتاعته تبقى مظبوطة وما يفرش معايا في الفرن. كل الحاجات دي هنقولها واحنا بنعمل الوصفة. ان شاء الله الوصفة تعجبك، بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. عندي هنا 500 جرام من الزبدة، يعني نص كيلو، تبقى بدرجة حرارة المطبخ، ويفضل يبقى نوع الزبدة كويس، هيديكي نوع بسكوت حلو قوي. عندي هنا 5 بيضات، ويكون البيض احمر مش ابيض ولا بلدي. معلقتين كبار من النشا، ما تكونش مليانة. معلقة صغيرة من الفانيليا، سايلة او بودر براحتك. رشة من الملح. وعندي 375 جرام من السكر البودر، يعني حوالي كوبايتين ونص. وطبعا عندي هنا الدقيق حوالي 750 جرام، يعني كيلو الا ربع. اول حاجه بعملها في البسكوت ان انا بنزل بالزبده، ومهم جدا جدا ان تبقى الزبده بدرجه حراره المطبخ علشان تتضرب معاكي على طول وتعمل الفوم اللي انا هوريهولك دلوقتي. فانتي لو طلعتيها من التلاجة هتاخد وقت معاكي علشان تتضرب، فنخليها بدرجه حراره المطبخ، هتبقى سهله جدا في الضرب. نزلت بالزبده، وطبعا ببقى مقطعاها كده مكعبات علشان تبقى سهله عليا ان انا اضربها على طول. طبعا لو ما عندناش عجان وعملتيها على ايدك مفيش اي مشكلة، هي هتاخد وقت معاكي شوية. بس مجرد ما هتعمليها بايدك وتعجنيها هتلاقي الزبدة بقت طرية معاكي جدا. فلازم تشتغلي فيها اكتر، يعني تضربي فيها اكتر علشان يبقى لونها فاتح زي ما هتشوفي دلوقتي. بعد ما ضربتها حاجة بسيطة كده هنزل بالسكر البودر. طبعا السكر البودر يبقى منخول علشان ما يبقاش فيه اي حبيبات كده او اي كتل، فمش هتبقى حلوة خالص. فننخل السكر البودر الاول قبل ما نحطه على الزبدة. بنزل وبضربهم مع بعض كده كويس جدا لحد ما يبقى، بصوا، الخليط كريمي معايا. طبعا هو كده لسه مخلصش معايا، لازم اضربه اكتر من كده ولونه هيبقى فاتح اكتر من كده. في المرحلة بقى اللي جاية بنزل بالبيض واحدة واحدة. يعني بنزل بالبيض، البضاية الأولانية تختفي معاكي شوية وتنزلي بالبيضة التانية، وهكذا لحد ما كمية البيض كلها تخلص. مهم جدا ان البيض يبقى بدرجة حرارة المطبخ علشان الزبدة ما تخرصش معاكي. بعد كده هنزل بالفانيليا. ببتدي اخلط بقى كل المكونات كويس جدا، وما نقلقش خالص لو الزبدة معايا بالشكل ده، لان انا هفضل اضرب فيها كتير جدا لحد ما احس ان هي بقت الخليط معايا كريمي والبيض مش باين خالص. هبتدي الم كده المكونات عندي من الجنب. الزبدة، هضربهم كويس جدا لحد ما الخليط يوصل معايا ويبقى كريمي بالشكل كده زي ما انتوا شايفين. بقى كريمي والبيض مش باين معايا خالص ولونه بقى فاتح اكتر. انا خلاص كده وصلت للمرحلة دي، انا مش محتاجة اكتر من كده. وطبعا زي ما قلت لكم مهم جدا ان البيض يكون بيض احمر، ما يبقاش ابيض ولا يكون بلدي، علشان بيبقى فيهم نسبة زفارة هتبان معاكي في البسكوت ومش هيديكي طعم حلو خالص. عندي هنا الدقيق، حطيت عليه رشة الملح وكمان حطيت عليه النشا. انا البسكوت بتاعي ما بحطش فيه بيكنج باودر خالص. البيكنج باودر لو حطيتيه على البسكوت، البسكوت هيفرش معاكي وهياخد شكل كبير كده، والرسمة بتاعته هتروح خالص، فمش هيديكي منظر لطيف. فما نحطش بيكنج باودر خالص. هنزل كده بالدقيق. وفي المرحلة دي لما اكون خلاص نزلت بالدقيق، العجان بشغله على سرعة قليلة جدا. اول ما الدقيق يختفي معايا خلاص بوقف عجن، خلاص ما بعجنش تاني، لان انتي لو عجنتي تاني هتحسي ان البسكوت نشف معاكي. يبقى دي اول حاجة بتخلي البسكوت ينشف معانا. ما بحطش حليب، الحليب بينشف معانا البسكوت. فكل الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي بتنشف البسكوت. فاول ما الدقيق يختفي معاكي اوقف ضرب على طول، وابتدي احطه في اكياس الحلواني اللي هي الكبيرة دي.
وما بحطش كمية كبيرة. مهم جدا ان احنا لما نيجي نحط البسكوت بقى في الصاجات، بحط العجينة قليلة جدا في الكيس، علشان ما افضلش يعني اضغط عليها وهي في الكيس، فبرضه هينشف معاكي، فتبقى الكمية قليلة، واول ما تخلص احط غيرها. طبعا بستخدم الشكل ده للبسكوت، او اي رسمة بقى انت بتفضليها. عندي هنا صاج من غير ما ادهنه اي حاجة خالص، بمسك الكيس كده وبضغط من النص ضغطة بسيطة جدا، وبنزل كده على طول زي ما انتوا شايفين كده، علشان البسكوت يطلع معاكي نفس الحجم ونفس الطول كل حاجة. فننزل بالراحة كده وما نضغطش عليه جامد. طبعا اللي مش عايز يعمل في كيس الحلواني وعايز يعمل على المكنة العادية، هيزود على كمية الدقيق 100 جرام زيادة، يعني هيبقوا 850 جرام. مرحلة السوا بقى بدخله على فرن طبعا سخن من قبليها، بسخنه من قبليها وانا بشتغل على درجة حرارة 200، ولو انت الفرن عندك عالي بتخلي درجة الحرارة 180. اول 10 دقايق ياخد لون من تحت كده، ببتدي اهدي الفرن على درجة حرارة 180، وزي ما قلتلك لو الفرن عندك عالي هتخلي درجة الحرارة 160. اول ما ياخد اللون كده من تحت زي ما انتوا شايفين ده كده نص سوا، انا بجمعه كله في صاج واحد، وبعد كده بدخله كله مرة واحدة. طبعا يدخل على درجة حرارة هادية علشان ياخد اللون الذهبي، ويبقى لونه كله شبه بعض، ما يبقاش فيه حتة مثلا غامقة عن حتة فاتحة. فبدخله الفرن على درجة حرارة 180، ياخد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله البسكوت واخد اللون من تحت ومن فوق هو من غير ما افتح شواية ولا اي حاجة. وبصوا ناعم، وفي نفس الوقت مقرمش شوية، بيدوب في الشاي. طعمه حلو جدا. الوصفة ناجحة، والمقادير انا مجرباها كذا سنة، هتعجبك جدا. واخد لون حلو قوي، بصوا ما فرش معايا، نفس الحجم اللي انا حطيته في الصاج وهو ني. لو عملتي نفس الخطوات دي البسكوت هيطلع ناجح معاكي جدا ومظبوط. انا كده خلصت الوصفة خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم ايه. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.